يوم الفطريات المصري تم اختياره 20 فبراير اليوم. مش صدفة، لا ده تاريخ تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في قدس الأقداس. اخترناه ليه؟ لأن الفراعنة هم أول من وثق للفطريات وعيش الغراب واستخدامها في البرديات من 3500 سنة وفي المعابد من 4000 سنة، وبالتالي احنا بندين بالفضل للقدماء المصريين في الحفاظ على الفطريات. اتفاقية التنوع البيولوجي عادة لا تهتم إلا بالحفاظ على الحيوان والنبات وتتجاهل الحفاظ على الفطريات، ومصر كده أول دولة سباقة في الوطن العربي وأفريقيا اللي بيكون لها يوم للفطريات بعد انجلترا. هم دولتين في العالم، بقت انجلترا ومصر، واحنا طبعا سعداء بما قام به السكرتير العام لاتفاقيه التنوع البيولوجي اليوم من اعلان تهنئته لمصر على الموقع الرسمي للاتفاقيه على الانترنت. هل أولاد القدماء المصريين حافظوا على اكتشاف الفطريات؟ القدماء المصريين كلهم بعادتهم كانوا بيحافظوا على الطبيعه بما فيها النيل. أبنائهم؟ وابنائهم احنا لا، ما اعتقدش ان احنا بنحافظ عليها، ولذلك احنا دعونا اليوم للاحتفال به لتنشيط ما كان يقوم به الاجداد. طمنا على الفطريات في مصر. الحالة بتاعتها في بعض الأنواع اختفت تماما، ما عادتش بتظهر. في مثل؟ بعض الفطريات زي المرشلة ده اختفى تماما، ظهر مرة السنة دي لكن كان مختفي لمدة 110 سنة، فاحنا سجلناه السنة دي. نرجو من الله أن تغيرات المناخ ما تأثرش على الباقية في منطقة الدلتا. أهم الفطريات في مصر إيه؟ كتير جدا من الأنواع المفيدة والأنواع الضارة. عندنا الفطريات علاقتها بالإنسان علاقات منفعة وعلاقات ضرر. في عندنا بعض الدراسات اللي اتعملت على الفطريات في منطقه سانت كاترين وانتجت مواد ضد السرطان وضد الروماتويد وغيرها، ودي اللي احنا بنقول عليها الحفاظ، ان احنا نحافظ على الاصول الوراثيه للفطريات المصريه بدل من ان تنهب هي.